الفيلم ديالنا اليوم كيبدا مع ووري اللي كتكون الهوايه ديالو هي يشاهد الطيور ويجمع معلومات عليهم. في واحد النهار كان ووري كيستمتع بمشاهده الطيور وهو يسمع صوت قريب ليه ومشى يشوف منين جاي الصوت. وهنا لقى مخلوق غريب وصغير كيشبه الانسان ولكن عنده اجنحه في بلاصه اليدين. قلب ووري حداه وشاف في السما ربما يلقى الام ديالو، وملي ما لقى والو داه معاه للدار ووراه الزوجه ديالو تاين تصدمت بزاف حيت ما عمرها شافت بحال هذا المخلوق. ووري قال ليها يمكن هذا المخلوق من الانواع النادره ديال الطيور. تاين قالت ليه يبلغ الشرطه، ولكن ووري طلب منها يتسناو شويه ربما يبان شي حد ويسول عليه. واحد اللحظه هزات تاين البنت الغريبه وبقات كتغني ليها وكيبان عليها ارتاحت ليها بزاف. تاين ووري ما كانوش عندهم الاولاد، داكشي علاش قرروا يتبناوها الا ما سول عليها حتى واحد. من بعد شرات تاين مونيكا وخدات ليها حوايجها ولبساتهم ليها، وصايب لها ووري كرسي الاطفال باش يبقاو يخرجوها فيه. وملي حطاتها فيه تاين لاحظت بلي الاجنحه ديالها باينه وهي تصايب ليها جاكيت صغير بتقاشر الزوج ديالها. وملي خرجوا تجمعوا الجيران على البنت وبقاو كيلعبوا معاها وسولوهم منين جابوها. ووري قال لهم بلي تبناوها وتعجبوا الجيران من الحجم الصغير ديالها وسولوهم على السبب، ولكن تاين ووري ما جاوبوهمش ومشاو بحالهم. بعد مده بدات البنت الغريبه كتكبر والسله اللي كانت كتنعس فيها ما بقاتش مناسباها، وواخا كبرات ما كانتش كتهضر ولكن كدير الصوت ديال الطيور. واحد النهار شافت تاين البنت كتحاول تطير ومع الوقت ولات كتصرف كأنها طائر اكثر من انها انسان. من بعد داروا ليها سرير صغير حداهم ولكن كانت كتسمح فيه وتجي تنعس بيناتهم. في واحد النهار كانت تاين كتنشر الحوايج وهي تسمع البنت قالت كلمة وفكرت تعلمها الحروف، ولكن البنت ما فهمت منها والو. شوية شافتها كتاكل الحشرات من الأرض ولكن ما تعجبتش حيت الطيور كياكلوا الحشرات، وولات كتعطيها الديدان في تبصيل وكتعلمها تاكل برجليها، ولكن البنت ما عرفتش تاكل برجليها. هنا حست تاين بالخيبة وقالت لوري باللي البنت ما كتعلم حتى حاجة. في اليوم الثاني مشات تاين والبنت للمطعم وهي تشوف طيور في القفص وبدات تدير بحالهم وتحرك الأجنحة ديالها. هنا خافت تاين لا يشوف شي حد الأجنحة ديالها وهي تاخدها للحمام وطلبت منها ترفرف بأجنحتها تما. ملي داز الوقت حلت تاين الباب باش تاخد البنت ولكن لقات غير الصباط ديالها، وملي طلت من السرجم ديال الحمام شافتها كطير في السماء. عيطت عليها ولكن كانت بعدت وما سمعتهاش. رجعت تاين بالزربه للدار وعاودت لراجلها شنو وقع وخرجوا دغيا يقلبوا عليها في المدينه. هنا كتبان البنت كطير مع الطيور في السماء وفرحانه بزاف. شويه فقدت التوازن ديالها بسبب الريح وطاحت في واحد الغرفه، وكانت هاد الغرفه ديال الطفله لوجي. وملي شافت لوجي البنت الغريبة عجبها الشكل ديالها وخصوصا أجنحتها. سولتها كيفاش جاتها هاد الأجنحة ولكن البنت الغريبة ما كتفهمش هضرتها. من بعد ولاو صحابات وولفوا على بعضياتهم، خصوصا وأن لوجي ما عندهاش الأصدقاء والأب ديالها ديما مشغول، داكشي علاش كانت فرحانة بزاف حيت لقات اللي يلعب معاها. شويه مشات لوجي والبنت الغريبه يلعبوا ولوجي كتقلد تصرفاتها. شويه مشاو حدا الاشجار وطارت البنت الغريبه ونعسات فوق الشجره العاليه ولوجي نعسات في فرع الشجره تحت منها. ودابا نمشيو عند تاين ووري اللي مشاو الفندق باش يباتوا فيه حتى الصباح ويقلبوا على البنت، ولكن ما لقاو حتى فندق خاوي. داكشي علاش مشاو تحت واحد الشجره ونعسوا، ومن الصدفة كانت نفس الشجرة اللي فيها البنت اللي كيقلبوا عليها. ملي فاقوا شافوا الطفلة لوجي وعاودت ليهم بلي كاين طائر فوق الشجرة ناعس، وهنا عرفوا بلي هي البنت اللي كيقلبوا عليها. وطلع ووري للشجرة باش يشوفها ولكن لقاها طارت. وملي كانوا غاديين باش يكملوا التقلاب على البنت، لوجي طلبت منهم تمشي معاهم باش تعاونهم في التقلاب. وافقوا، من بعد خداو الطوبيس وشدوا الطريق. في هاد الوقت كتبان البنت الغريبة كطير مع سرب ديال الطيور. شوية عيات وهي تنزل فوق كنيسة، وملي شافوها الناس فكروها طفلة صغيرة وعيطوا للإطفاء باش ينقذوها. جات المطافي وطلع رجل الإطفاء باش ينقذها ولكن ملي وصل ليها طارت. وهنا الناس حساب ليهم باللي خداوها النسور
شافت تاين ووري الأخبار كيهضروا على البنت ومشاو بالزربة لعند رجل المطافي وحاولوا يفهموه بلي البنت طائر ماشي إنسان، ولكن ما تيقهمش ومع ذلك قرر يعاونهم باش يلقاوها. بعد شدوا طريق الجنوب حيث رجل المطافي شاف البنت شدت نفس الاتجاه. شوية كتبان البنت الطائر جالسة في سرجم في دار وسط الغابة وكتغني مع الطيور، وملي كيطيروا كتطير معاهم. شوية كيسمعوا ووري وتاين صوت الرصاص وكيمشيو كاملين لاتجاه الصوت. من بعد لقاو بير وشافوا حوايج البنت الطائر فيه وفكروا باللي طاحت في البير، ونزلوا لوجي باش تجبدها ولكن لقات غير حوايجها. راح الليل ورجعوا كاملين لواحد الفندق باش ينعسوا فيه. في واحد اللحظة شافت لوجي ولد صغير فوق الشجرة، خرجت لعنده وبقات جالسة معاه وعاودت له على البنت الطائر. مشى الولد للدار ديالو ودخلت لوجي تنعس. اللي دخل الغرفة ديالو لقى البنت الطائر ناعسة تحت السرير، وهنا عرف باللي هي البنت اللي كيقلبوا عليها ومشى بالزربة لعند لوجي وعيط عليها. جات لوجي لعندهم ونعسوا بثلاثة وكانوا فرحانين، وخصوصا لوجي حيت لقات الصديقة ديالها. الصباح مشات لوجي لعند لوري وتاين وجابتهم باش ياخدوا البنت الطائر، وملي جاو لقاوها ما كايناش وهما غاديين يكملوا التقلاب. قررت لوجي باش تبقى مع الصديق ديالها حيت هو ما كيخليهاش ويهرب كيف ما كدير البنت الطائر. عنقاتها تاين ومشات باش يكملوا التقلاب على البنت. قلبوا بزاف ولكن بلا فائده، ورجل المطافي عيا وجلس باش يرتاح. خلاوه تاين ووري وكملوا طريقهم، وملي عياو قرروا يرجعوا لعنده وينعسوا حتى الصباح. ملي كان رجل المطافي ناعس سمع صوت طيور، وملي فاق لقى البنت الطائر واحله في شجره وجناحها مصاب. عالجها رجل المطافي وطلقها طارت. في الصباح عاود لتاين ووري اللي وقع وقال لهم بلي البنت لاباس عليها. كمل تاين ووري تقلب على البنت حتى وصلوا للبحر، وشويه شافوا البنت الطائر طايره في السماء وكانت فرحانه بزاف. شويه طاحت في البحر وكانت غتغرق، وهو يمشي ووري ونقذها. ورجعوا بثلاثه بيهم للدار وهما كيتعشاو كانوا فرحانين بزاف حيت لقاو البنت. واحد شويه حاولت البنت تطير وبغات تخرج من السرجم ولكن كان مسدود، وهنا حس ووري وتاين بتأنيب الضمير حيت مقيدين الحريه ديالها. وملي فاقوا في الصباح قرروا يعطيوها حريتها وخداوها للبلاصه اللي لقاها ووري فيها اول مره، وودعوها وطلقوها تطير في السماء. وهنا كيكون تسالى الفيلم ديالنا.